والله خدت فيزا فنلندا لمدة سنة وأنا لسه في الجامعة. الحقيقة إن فيزا فنلندا مش أول فيزا أنا آخُدها، كاتبة لكم أرقام وكده، بس فيزا الشنجن موجودة وفنلندا وأنا الصورة بتاعتي، بس دي مش أول فيزا شنجن أنا آخُدها، أنا باسبوري مليان فيزات ودي رابع فيزا شنجن ليّا، دي مش أول مرّة، عشان كده خدتها لمدة سنة وده النمط الطبيعي أصلًا للفيزا الشنجن. فأول فيزا شنجن أنا خدتها كنت في بولندا وخدتها على قد الproject بالضبط، يعني الproject ساعتها كان شهرين، أنا خدتها شهرين بس، حرفيًا زوّدوا بس يومين مش أكتر، وكمان كانت one entry. لكن دلوقتي أنا معايا فيزا فنلندا لمدة سنة multi entries. فأنا عايزة أحكي لك أنا إزاي وصلت لده، وأنا وصلت لده حرفيًا في أقل من 3 سنين. أول مرّة لمّا قدّمتها قدّمت في سفارة بولندا، تاني مرّة قدّمت في سفارة فرنسا، تالت مرّة قدّمت في سفارة ألمانيا، ورابع مرّة فنلندا. الفيزا الشنجن أنا شايفة إن هي من أسهل الفيزا اللي ممكن تحصل عليها، على عكس ما بيتقال أصلًا. أنت محتاجين تكونوا بتعملوا ورقكم صح، مش بتبعتوا أي حاجة وخلاص، أو بتصدقوا أي حد بيقول لكم أنا ممكن أعمل لكم الورق ده. بالنسبة لي الصراحة لو أنتم مثلًا مش مسافرين project أو conference أو لدولة معيّنة في أوروبا، أنا بالنسبة لي ألمانيا وفرنسا وأسبانيا من أفضل الدول إن أنتم تقدموا عليها، وفعلًا من أعلى الدول. وده ليه؟ ده عشان هي دولة كبيرة، فمنطقي إن أنتم تروحوا تقدموا عليها سياحة. لو أنتم أول مرّة تسافروا أوروبا مش منطقي خالص إن أنتم تقدموا على فنلندا الصراحة، لإن هي أغلى وإن أنت لسه مش عارف السفر، فهو منطقي إن أنت تروح إن أنت تبقى رايح تشوف برج إيفل. فخليكم منطقيين وأنتم بتقدموا. لكن لو أنتم مثلًا عندكم project زي ما أنا باسافر، عندكم مؤتمر، عندكم أي حاجة، عادي جدًا ممكن. أنا أول مرّة قدّمت على بولندا، مين أصلًا بيقدّم على بولندا؟ بس كان عندي project هناك فقدّمت وخدتها عادي جدًا. فعادي بالباسبور المصري الجميل بتاعنا أو بأي باسبور دولة عربية، أنت ممكن تسافر أي دولة زي فنلندا اللي أنا حاطاها لكم في الbackground. عايزة أقول لكم إن فنلندا كانت أحلى كمان من الثروة اللي شُفتها والله. الترتيب المنطقي بتاع الشنجن إن أنت أول مرّة بتاخدها على حسب الأيام اللي أنت حاططها، يعني مثلًا لو أنتم مسافرين سياحة أسبوعين، فأنتم في الأغلب هتاخدوها سياحة أسبوعين one entry. لو أنتم كنتم مسافرين project زيي، أنا خدتها على عدد الproject والله بالضبط، بس يومين مزوّدها لي one entry. بعد كده في فرنسا من غير ما أطلب هم عملوها لي multi وعملوها لي 90 يوم لمدة 3 شهور برضه مدة الproject. وفي ألمانيا ادّوهاني 6 شهور multi، بس المرّة دي أنا كنت عاملة حاجة مختلفة. فيزا الشنجن التالتة ليّا أنا عملت حاجة مختلفة وادّاهاني 6 شهور ومالتي برضه. وآخر مرّة لمّا قدّمت على فنلندا بعد سَنة حرفيًا بالضبط، ادّاهاني سَنة كاملة multi entries. فأنا دلوقتي حرفيًا ممكن أحجز أي طيارة مثلًا، أشوف مثلًا ما تقعدوش تقولوا أصل الحياة غالية والكلام ده، أنت حرفيًا ممكن تبحث لو معاك فيزا شنجن وتسافر إيطاليا ب50€. وبجد الفيزا الشنجن دي أنا على طول كنت باعملها لوحدي، ما فيش ولا في منظمة، لإن كان بيبقى في sending organization، ما فيش ولا منظمة ساعدتني فيه. فهي بجد skill أنا معتبراها أنا فعلًا طوّرتها على مدار السنين، وكل ده أنا عملته وأنا في الجامعة. فلو عايزين تعرفوا إيه الورق اللي أنا كنت باقدّمه وإزاي أصلًا كنت باعمل الورق صح، إن أنا يخلّيني كل مرّة أتقبل، وهل أنا أصلًا اتقبلت في كل الفيز، قولوا لي ده في الكومنتات وأنا هاعمل لكم part 2. وما تنسوش تتابعوني عشان تعرفوا أكتر عن السفر.